يا صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. مرحبا بكم في الشتاء. الجو ساقعة تمام، والساعة 8 الا ربع. تعالوا بس نفتح اونلاين ونروح نجيب قهوة. انا عندي بونص النهاردة 17 رحلة تمام ب 320 جنيه. هو دول ايه ده؟ لا بدايتها كده لا. دان الرماية هو اي نعم ب 210 بس لا 22 كيلو. مش هصطبح انا بميدان الرماية. تعالوا نروح نجيب قهوة. تمام. وال 17 رحلة اعرف اعملهم بسهولة. يا مسهل. الفيديو ابتدى. اهم حاجة ايه؟ جبنا قهوة؟ لا، اخدت لي اوردر اهو 9 كيلو. هو تقريبا عند الكلية الصينية ديت ولا مش عارف اللي هي ايه. لا، على جسر السويس. تمام، 9 كيلو ب 111. شغال يا باشا. الزبون انا واقف بعديه على طول قبل كوبري غمرة بجيب قهوة. فبقول له انا واقف قبل كوبري غمره، تجي لي ولا الف واجي لك وادخل يمين في يمين؟ قال لي انا واقف عند الجراج. قلت له طب خلاص ماشي ماشي انا جاي لك. اصل ما تجادلش، فاهم؟ طب اقول لكم ايه؟ طيب ابقى سايب العربيه بالليل الشاحن شغال، اجي النهارده الاقي الشاحن مش شغال. فيها يا جدعان. بشايرك يا يوتيوب. والله الشاحن مش شغال، طلعت الباور بانك عشان اشحن بيه التليفون. انا قلت الوصله باظت، طلعت الوصله شغاله والشاحن مش شغال. نشوف بقى ده فيوز ولا هي ضربت لوحديها ولا الشاحن قطع ميه ونور ولا في ايه بالظبط. انا كده كده معايا مفتاح في مفك فيوزات، مفك تيست. ابص بقى على الفيوز هو اللي ضرب ولا انا راكنها بالليل سليمه. ما اعرفش ايه اللي حصل. يلا، صباح الخساره على الصبح. لما افضى بقى بشوفها، انا بصيت الفيوز شغال تمام، والولاعه وصل لها كهرباء وكل حاجه. بس تقريبا كده لا الشاحن اللي اتحرق لا الفيوز اللي جوه الشاحن اتحرق، ضرب. تمام، راكن العربيه سليمه. المهم، خدت لي اوردر برضه انت. خدت لي اوردر 17 كيلو ونص في 35 دقيقه، 196 جنيه. انا عارف ان هو ممكن يعدي ال 40 دقيقه بس عادي ب 200 جنيه. وهو على بعد 3 كيلو عارف، بس كله من على جسر السويس. هدخل من ورا اسم عين شمس حته صغيره على شارع منشيه التحرير. فال3 كيلو كلهم يا دوبك يوترن في يوترن، ادي اليوترن التاني اهو. فيلا بينا بقى، ولما افضى ابقى اشوف ايه اللي حصل في الشاحن ده. ولو قربت من جنب البيت اروح اخد الشاحن اللي في الشاهين. هنمشيها بالباور بانك، الباور بانك يقضيني طول اليوم. بس يا مسهل. الله ينور، الله ينور عليكم يا رجاله. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you روح standing يا ولا right على next اقرب to me. فيش I'm يا not a ولا. dead bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my بدل way. البدايه كامله. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
يلا يا شباب على العباسية يا مسهل، مشوار 11 كيلو ب 114 جنيه. هو بيقول لي في نص ساعة بس ممكن تعدي. بس وانا جاي على كوبري اكتوبر مطمن شوية، الدنيا فاضية. عايز اخرج من الدقي قبل ما الدنيا تقفل عليا. يلا Let's بينا. go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? مرحبا بكم في أول سورة. يلا يا ست زوبة، أكشن. رحت الظاهر، تمام، جبت الشاحن. أنا افتكرت أنا رميه في العربية الشهيد ليه؟ عشان لما بحطه بيخلي إشارة الراديو تشوشر. أنا عرفت أنا كنت راكنه ليه من 4 سنين. انا ناسي، بقول طب انا ايه اللي خلاني اشتري الشاحن الجديد دوت. تمام، افتكرت. جبنا شاي واخدت لي اوردر اهو 10 كيلو ب 114 جنيه. يا مسهل، الظاهر عمرها ما بتخيب معايا. يلا بينا. يلا بينا ننزل على مصر الجديدة. انا عند سيتي ستار، تمام. الدنيا نايمة، قعدت شوية وشربت قهوة، ما فيش اوردرات. يبقى نعمل ايه؟ الساعة دلوقتي 11 ونص وده معروف. نفضل بقى نعد شوية رحلات توك توك للبونص، علشان خاطر الذروة هتنور من 2 ل6 في وسط البلد، عشان اخري بإذن الله يعني يكون الساعة 6 في الشارع واكون مروح. يلا بينا بقى ننزل على ميدان سانت فاطمة. بقول لكم ايه، جالي اوردر 3 كيلو ونص ب 42 جنيه شغال، وهينزلني على مصر الجديدة. يلا بينا. مش نزلنا على ميدان سانت فاطمة، يبقى ننزل على علاء نجيب لنا واحد فول بالبيض. علاء الصبح ايكوال فول بالبيض، اعرفوها كده. 160 شارع النزهة، علشان اللي بيسأل على العنوان. هاكل بقى واشوف اجيب لي قهوة ولا اجيب لي شاي ولا اجيب ايه. تمام، الدنيا ننا في الفالنة الساعة 12:05. هاكل واشوف لي بقى رحلتين 3 يا مسهل. يلا بينا يا شباب على العباسية. اخدت اوردر على ديدي، وصلني تمام ب 60 جنيه 7 كيلو، والزبون على بعد 2 كيلو. يلا زي بعضه، بس اخلع عشان الساعة 12 ونص الدنيا ميتة. تمام، انزل على وسط البلد، فاهمين؟ اقرب قبل الساعة 2 لان البوست هينور في وسط البلد فقط. فعشان كده انا قبلت الاوردر ده، والمشوار كله في ربع ساعة يعني شغال. 7 كيلو ب 60 جنيه وعلى بعد 2 كيلو. يلا زي بعض. يلا بينا. يلا بينا على مشيخة اللازر يا رجاله، من على صلاح سالم، ما تقلقوش يعني من بره. يا دوبك هنزله وادخل يمين كده واقف في بارك هناك. تمام. انا خدت الاوردر ده ليه؟ اي نعم هو 5 كيلو ونص ب 60 جنيه مش حلو للمكان اللي هو رايحه، بس اولا اكون عديت رحله، ثانيا والاهم اللي انا قابل عشانه الاوردر، يا دوبك هطلع كوبري الازهر وانزل بقيت في التحرير. فهمتوا انا بتنطط ازاي؟ انا بستخدم البرامج ازاي؟ فاهمين؟ تعالوا بقى عشان ايه؟ الساعة 1:05، فاضل ساعة والبوست ينور. يا مسهل.
اجده ميت واجده ميت، يبقى هتخاف من ايه؟ الساعة 2 ل 10 نقعد شوية على القهوة، تمام، نشرب لنا حجرين وقهوة، بصوا، ونلعب لنا دور ليدو ونقعد نتفرج شوية على الشارع، تمام. ولما البوست ينور اطلع اشتغل، البوست مش هينور اديني قاعد. تعالوا اشربوا بقى الشيشة معايا، بس الدنيا. باشا الدنيا مفيش شغل خلاص، يبقى انتخ على قد فلوسهم هنشتغل. انا كده كده عامل لي سكه 700 جنيه، فاضل لي 11 رحله، لما البوست ينور ابقى اطلع اعملهم، فاهم؟ ممكن تقف معايا على رحلتين ثلاثه ساعتها اخطف، لكن اخطف من دلوقتي الساعه لسه 2 الا ربع، لسه الدنيا بدري. بقول لكم ايه، صح يا رجاله، ده في واحد كتب لي كومنت، تمام، لسه شايفه دلوقتي، بيقول لي ان انا بتعلم من مستر سكرينا، عشان بلاش كلمه كحول عشان بتزعلوا منها. تمام، طيب بص يا باشا، انا اولا عارف كل ثغرات اوبر، تمام. ثانيا انا بنيت نفسي بنفسي من قبل ما مستر سكرينا يترحل من بره، تمام، والكفيل ينزله. ثالثا لو مستر سكرينا يعرف يعمل ربع اللي انا بعمله في اوبر ارفع له القبعه، تمام، مع احترامي جدا ليه، بس انا راجل بقالي 10 سنين في الشغلانه دي، وبنيت نفسي بنفسي من عرق جبيني، تمام، من ايام ما كنت سواق على عربيه واحد صاحبي لغايه دلوقتي بقى معايا عربيه والحمد لله بنيت نفسي بنفسي. مش ما كنتش لاقي اكل، تمام، وبنيت نفسي من الاعلانات ومن شركات النصب وتشغل فلوسك وشغل الربا وشغل الدعايه وشغل التدليس اللي بيحصل، تمام. انا الحمد لله راجل حر، مفيش شركه مأيداني، ولساني والكلام اللي بقوله انا راجل حر اقول اللي انا عايزه، تمام. مفيش شركه بتديني سكريبت واطلع اقول واقول لهم نعم يا سيدي، تمام. يعني مش عارف اقول لك ايه، اقول لك على حاجه، لو مستر سكرينا يعرف يعمل ربع اللي انا عملته، تمام، ارفع له القبعه، والله العظيم ثلاثه. يعني بصوا، هم يبكي وهم يضحك. على فكره انا بقرا الكومنتات ديت وبضحك، يعني هي الناس ما اعرفش بقى دول مزقوقين منه ولا دي ناس عقليتها كده، مش عارف. وعلى الاقل يا جدع، انا لما بطلع بقول لك حطيت ب 400 جنيه بنزين، بعد ما البنزين غلي بكون جايب 2700 مش 1000 ونص. مش قبل ما البنزين يغلى بحط لي ب 400 جنيه بنزين على كلامه، تمام، عشان اجيب لي 1000 ونص اصفي لي 900 جنيه، تمام، ولا 1000 جنيه. ايه دنيا. بقول لكم ايه، تعالوا نفتح اوبر عشان الساعة دلوقتي 2:05، ونطلع نشوف شغلنا بلا سكرينة بلا مش عارف ايه. يلا بينا، تعالوا بقى نحاول نشوط لنا اي اوردر كده من قدام الازهر، اي اجنبي ولا حاجة، رغم النهارده لحد مفيش اجانب. استنى كده، لو في تاكس واقف يبقى مفيش اجانب راضية تركب تاكس. بص وانت ماشي كده لقيت تاكس اعرف ان الدنيا ناشفة، لكن لو ما لقيتش تاكس ممكن تلاقي حاجة. هي كده كده الدنيا فاضية، تعالوا ننزل على وسط البلد بقى عشان نكسب يومنا. استنى، تاكس تاكس، ليموزين سير. محدش عايز تاكس، تعالوا نخلع بقى. بص انا بعمل نفسي مزنوق، تمام، وبدي اشاره شمال. بصوا السوزوكي قافل عليا وكده والمرور قدامي، فانا بدي اشاره شمال على اساس ان انا عايز اطلع ومزنوق.
تاكس تاكس. مش عايزه براحتك. بص العربيات كلها واقفه ومفيش اجانب اساسا، وانا مش هقف هنا اخد مخالفه. تعالوا بقى ايه ده شويه، ايه ده شويه، مش عارف انا بيحط معايا على ايه ده. تعالى بقى خلينا في اليمين كده يمكن نلاقي حاجه. استنى تعالى. مفيش. ناشفه ناشفه. تاكس ليموزين. ماشي ماشي، هنروح على ميدان تحرير هنا. ماشي تعال. وعليكم السلام. تدفع كام يا باشا؟ فيهاش هزة شوية؟ حبيب حبيب. بس انا والله يعني انا جاي بالظبط بكام؟ ب 38. بس انا بس السعر ميدان التحرير، ميدان التحرير كده. جوه بقى اه عندك حاجه تكتب عليها لوكيشن؟ قول. كينج ايه؟ بلس. بلس. KINGS. ده بنسيون اللي هو في شارع محمد صبري قبل ميدان طلعت حرب، صح؟ لا اللي انت عايز تدفعه 70 يا عم والله كتير. يا عم خلي عندك خالص. هو الشارع ده اللي انت عايز، صدقني بص هو اهم حاجه تبقى بالرضا. كل والله راضي انت اهم حاجه كلها. استنى افتح لك اللوك. افتح. هاخد كام؟ خد اللي انت عايزه. بص انت معاك 40، شوف عايز تدفع 60 ادفع، عايز تدفع 70 اللي انت شايف. دفعت 60 والله. يابا طول ما انت مسامح في 60 خلاص حبيبي. حاولنا نهزها ما تهزتش، بس 60 جنيه حلوه في 2 كيلو والدنيا ناشفه زي ما انتم شايفين. تمام. قلت اخد لي اي حد وخلاص فشغال. 60 جنيه احسن من ما فيش، صح ولا لا؟ يلا بقى نقف شويه كده عبال ما نشوف لنا كام رحله توك توك هنا. بس خلي بالكم لو في اجاذب اقل حاجه 150 200 جنيه، بس ده مصري. فخلاص بقى ايه الناس لبعضيها، وانا كده كده خلاص كنت هطلع الكوبري فشغال يا باشا. اللي بعده يلا بينا. خدت لي اوردر اهو 2 كيلو هنا جوه البلد. تمام. جوه وسط البلد. بكام؟ ب 57 جنيه. اوبا. وهي الزبونه جايه لي. يا لهوي ايه ده؟ قيمة وحش قوي، ربنا يستر. انا هسيب الكاميرا دي شغاله على انها داش كام. انا ما خدتش بالي من تقييمها. خش يا احمد محمود. كيف فرجع ورا محمود؟ 1 سكند 1 سكند 1 سكند. ورا خالص.
اوبن. الو اولجا. Okay. You have cheese? Yeah. Okay. Okay, thank you. Yes? No, it's okay. It's okay? Yeah, thanks. سابت لي 8 جنيه بس ال 20 جنيه مقطعة زي بعضه، نرميهم هنا ونبقى ايه نصرفهم في اي بنزينة. انا عرفت ليه تقييمها وحش. يلا بينا يلا بينا. خدت لي مشوار 7 كيلو للدقي تمام ب 83 جنيه، مش وحش بس يفضل ايه جوه الاريا بتاعة البوست، لان الاسعار مستهبلة في مصر الجديدة وفي مدينة نصر والدنيا خربانة. تعالوا بقى نقفل البونص هنا كده جوه وسط البلد، واول ما احقق البونص هروح مروح. يلا بينا. مرحبا بكم في تاني صورة. تقريبا تاني صورة ديت، صدقوني ما فاكر. تعالوا بقى نرجع على ميدان الدقي. تمام، في اوردرات كتير اسعارها حلوة وكبيرة، بس انا مش عايز اخرج بره البوست، فاهمين؟ فتعالوا ندنجل سنة يمين كده نخش جوه البوست ويا مسهل. بقول لكم ايه، تم تغيير الخطة، مش جاية معايا في وسط البلد ولا في الدقي ولا اي حاجة، والساعة دلوقتي 4:10. خدت لي اوردر اهو رايح الزيتون 17 كيلو او 16 كيلو وكسور، قولوا 17 ب 173 جنيه في ساعة الا ربع. في ساعة الا ربع هتعمل ايه؟ مش جاية، حاولت في وسط البلد مش جاية. فتعالوا بقى ايه نحاول نخلص الاوردرات ديت توك توك في مصر الجديدة، هنشوف. تم تغيير الخطة، يلا بينا على الزيتون. ما ينفعش اجي الزيتون تمام غير لما اجيب من عند رحيق البن قهوة دوبل. تمام، احلى حاجة في اوبر بقى ايه ان هي بتعرفك في كل منطقة كده، بتعلم على واحد بتاع بن نضيف. لازم كل ما تخش منطقة تمام تروح تجيب من عنده بن. يعني في شبرا في واحد، في مصر الجديدة في واحد، في الزيتون في واحد، هو في شارع سليم الأول بعد شارع سنان على طول على اليمين، كأنك رايح على ميدان ابن الحكم. نشرب بقى القهوة ونشوف لنا أي أوردر إيه يخرجنا من هنا. الدنيا صحراء جرداء يا جدعان، يا مسهل. يلا بينا على الكوربة يا شباب. خدت لي مشوار 4 كيلو ب50 جنيه، مقبول. لو زودت عليه ال20 جنيه بتوع البونص هيبقى مبلوع شوية. هي مشكلته ان هو في ربع ساعة بس زي بعضه بقى، واحاول ايه ازود ال20 جنيه دولت على الاوردرات عشان اخلص واروح. الساعة دلوقتي 5. الموضوع رخم بطريقة وحشة، بس ده بونص ب 320 جنيه لازم. يلا بينا. خدت لي اوردرين في بعض تمام، واحد ب 46 جنيه تقريبا، كانت 4 كيلو ولا 3 كيلو ونص. تمام، واديني اخدت اوردر اهو 7 كيلو ونص ب 68 جنيه، اللي هو ايه اقل خساره بقى عشان نخلص، والساعه دلوقتي 6. تمام. في واحد بيعدي على صلاح سالم، قافلين الدنيا كلها. بصوا الدنيا عامله ازاي، صلاح سالم كله مقفول اهو. طبعا انا في شارع جانبي، الكوربه قفلت عشان في واحد معدي، مقفلين كل الخارجه بتاعت صلاح سالم. يلا بقى
يا جدعان والله وشكوا حلو عليا. تعال 3 كيلو ونص ب 42 جنيه. يلا. بس على الله الناس تخليني اركن. كنت لسه اقول لكم البرنامج مش راضي يرن، ونازل على اول عباس فاضي. تمام. يا مسهل فاضل لي 3 رحلات وادي رحله منهم. يلا بينا. والله انا كرهت حاجه اسمها جنينه مول، تالت مره امشي من عندها فاضي. بس انا بدور على الرحلات الصغيره. خلاص فاضل لي رحلتين لان الاسعار كلها مستهبله. يعني امشي 15 كيلو ب 90 جنيه. مش عارف كده هتظهر ولا اخد لي مشوار 3 كيلو ب 42 45. فاهمين؟ فانتوا واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ بختار اقل خساره. خلاص الدنيا ميته، بلعب على رحلات بونص. جربت حظي في وسط البلد، ميته. رحت خاطف لي اوردر كبير. خلاص بقى انت كده كده مضيع وقتك في وسط البلد. اخطف لك اوردر كبير والباقي قضيها رحلات توك توك. انا كده كده مقفل الالف وي من بدري. يعني انا دلوقتي عامل كام؟ مش هقول لك. فاضل لي رحلتين على البونص ونخلص. تيجوا ننزل على اول عباس تاني. انا كل ما انزل على اول عباس ارد على جنينه مول، انزل على اول عباس ارد على جنينه مول. شغال خط عتبه رمسيس. يلا. الشحن اشتغل لوحده. جيت بقى احطه دلوقتي في الولاعه لقيته اشتغل. ايه اللي كان فيه معرفش. واصل له كهرباء وكل حاجه، مفيش فيوز ضارب. العربيه اتلبست ولا في ايه؟ ما شاء الله عليكم في ايه يا جدعان. انا اول مره اؤمن بالعين. الموضوع فيه ان الشحن اتلبس ولا مش عارف. يلا خير خير اهو اشتغل لوحده. خير. يلا بينا يا شباب على مطعم علاء. اروح اكل كريب. تمام بقالي كتير ما اكلتش كريب. اروح اكل. انا خلاص فاضل لي اوردر واحد واقفل البونص. الصراحة انا اكتر بونص تعبني الصراحة يعني. انا اتشقلبت عشان احققه 17 رحلة. ويا مسائل انا لسه على فكرة فاضل لي 5 ساعات سواقة. تمام. 4 ساعات ونص. وانا بدنجل كده لغايه مطعم علاء. انا في اول عباس وانا بدنجل لغايه مطعم علاء لقيت اوردر. لقيت ما لقيتش هروح اكل وبعد كده ابقى اعمل لي اي اوردر توك توك. تمام او اي اوردر يروحني. وكده يبقى حققنا البونص ابو 320 جنيه. اكتر بونص تعبني. شفتوا الفيديو اللي فات ما تعبتش في البونص. المره دي تعبت. اديكوا شايفين كل حاجه اهو. يعني الصراحة أنا اتشقلبت لغاية ما حققت البونص. الساعة دلوقتي 8 ونص. عادي اتأخرت لي ساعتين بس أخدت بونص ب 320 جنيه. مش وحشة. هيا بنا. مرحبا بكم في تالت صورة. بس أنا كده كده أساسا خلصت الشغل بس ناخد الصورة وخلاص. تعالوا بس ندي آخر زبونة ديت نجمة. صور يا. يلا بينا نروح. أنا بيني وبين البيت 3 كيلو. تمام. يلا بينا نلتقي تحت المنزل. دي مع كاميرا. اه. نعم. بس حلو كده. تمام ولا كان التاني؟ حلو كده. 150 كده. وانا كده ماشي النهارده 174 كيلو. قولوا 175 كيلو. ولا لا خلوها 174 كيلو. اوبا. ده الكيلو ب 10 جنيه صرف. صرف. بس في نقطة. انا معايا اوردر النهارده على ديدي. تمام. 60 جنيه. وفي المشوار اللي انا شقطته ب60. بس دول فيهم بقى ايه البونص اللي هو ال 320 جنيه. كان في 4 رحلات ب 85 بس انا مش عايزهم الصراحة. يعني هي قفلت معايا كده. 1775 على اوبر و120 جنيه اللي هو ال60 ديدي و60 الزبون اللي انا شقطته. تمام. وانا شقطته ب60 جنيه بس عشان خاطر ايه خلاص الكوبري قدامي وهطلع.
بس غير كده ما كنتش ركبته. 1900 جنيه. شتا ده ولا مش شتا؟ عشان في ناس بس كتبت لي مستنيينك نشوفك في الشتاء. كل واحد بيكتب لي مستني اشوفك في الشتاء. حبيبي ما تدخلش معايا تحدي عشان هتخسر. تمام، وانا مش فاضي ادخل معاك تحديات اساسا. كده الكيلو معدي ال10 جنيه في الشتاء. انا ما رضيتش اقولها لك في الفيديو اللي فات عشان هتقول لي ال 700 جنيه بتوع المطار ومش بتوع المطار، وهتقول بتتنطط عليا بال 700 جنيه بتوع المطار. ما رضيتش اقولها لك في الفيديو اللي فات ولا اللي قبليه. جبتها لك في يوم ايه واقع. تمام. بص يا باشا، عندك معلومة قدمها، ما عندكش استفيد. ما تفرحش ان انت تلاقي اللي قدامك تمام بيقع علشان خاطر انت تبان قوي. لا، شوف انت ناقصك ايه وقوي نفسك. تمام. تعرفش تشتغل، اتعلم الشغل. لكن ما تفرحش ان اللي قدامك يفشل عشان انت تطلع ناجح. هنقول ايه بس ونعيد ونزيد ايه؟ بص يا باشا بالراحة كده بقى، خلصت الفيديو. انت شوف انت عايز ايه من اليوم. يعني انا كنت نازل عايز ايه من اليوم؟ كنت عايز بونص، وكنت عايز رحلات تمسكني فلوس. سيبوكم من الرحلات الأخيرة ديت، ال6 رحلات ولا ال7 رحلات اللي أنا عملتهم في الأخير، 50 في 45 في 60 في 70 في 90. سيبوكم من الهبل اللي أنا عملته ده. أنا عملته كده عشان إيه؟ أحقق بونص. لكن أنا عن نفسي في الكام ساعة بتوع الصبح عامل 800 جنيه ومعدي. تمام. قبل الساعة 11 كنت معدي 800 جنيه. فأنا اشتغلت على البوست بتاع الصبح، وكنت بشتغل على البوست بتاع بعد الظهر، بس ربنا ما وفقنيش فيه. ما لقيتش شغل في وسط البلد مكان البوست. في بوست حلو، لكن شغل ابو 70 و80 و90 و60 و45 و50، والشغل ده ما ياكلش عيش في وسط البلد. انا ما اخدش مشوار ب 70 جنيه في وسط البلد. انا خدت ايه؟ قلت شويه وهتشد، شويه وهتشد. الساعه دخلت في 3 ونص وما شدتش. طب خلاص بقى، يبقى ايه؟ نخلع، نلحق بقيه يومنا. فاهم؟ حاولت مره واثنين وثلاثه واربعه في وسط البلد. المشاوير كلها اللي انا خدتها في وسط البلد خسرانه. هتقول لي ليه يا باشا؟ ما الكيلو ب 10 جنيه. اقول لك لا، بخسرانه. ما هو 10 ب 10 يبقى اشتغل في مصر الجديده. الكيلو ب 10 جنيه في مصر الجديده يكسب، الكيلو ب 10 جنيه في وسط البلد يخسر. وانا قلت لك قبل كده. فاهم؟ في مصر الجديده هتمشي ايه؟ 7 8 كيلو في ربع ساعه، في وسط البلد هتمشيهم في تلت ساعه ونص ساعه، فيخسر. انت شوف انت عايز ايه من اليوم. انا اشتغلت على البوست بتاع الصبح، وبعد كده اشتغل على البوست بتاع بعد الظهر. ما جاتش معايا، رحت واخد لي اوردر كبير يمسكني فلوس من جوه البوست بزحمه. تمام. عشان هتقول لي بزحمه بزحمه، وهو قعد 38 دقيقه مش 43 دقيقه. تمام. سيبك من ال5 دقايق دول ولا ال7 دقايق دول، بس هي بتفرق يعني. عشان امسك فلوس قفلت ال 1300، العب بقى على البونص براحتك. ولا قفلت ال 1200، العب بقى على البونص براحتك. خلاص انقل على بلان بي، على خطه رقم ب. فاضل لك 6 رحلات، قفل بونص وخلاص وروح. فاهم؟ 320 بونص مع 1200 مع شويه رحلات توك توك، هتلاقي اليوم ظبط معاك. لكن ما تمشيش ورا حد يقول لك انا اخد لي رحلتين كبار خسرانين. تاخدهم خسرانين ليه اذا كان ممكن تاخدهم كسبانين؟ فاهم؟ العب على الرحلات الكبيره كسبانه، الرحلات الصغيره دايما كسبانه، لكن الكبيره ما تلعبش عليها غير لما تكون كسبانه، عشان تعرف تلم الدنيا وتلاقي الكيلومتر يعدي معاك ال10 جنيه. لو خدت لك الرحلتين الكبار خسرانين، هم دول اللي هيخربوا لك اليوم كله. فاهم؟ انت شوف انت عايز تلعب على ايه وتلم يومك ازاي وتحسبها كده. 320 وادي 800 او 1000، ادي 1300. ال 500 جنيه بقى ايه؟ المهم 50 في 70 في 100 في 90. فاهم الدنيا بتتلم ازاي؟ ما بخترعش انا ولا بقول فيزياء. اديك شفت اليوم اهو وقع مره واحده. يعني انا اخري الساعه 11، ومن الساعه 11 لغايه الساعه 8 ونص انا بعك وليس. فاهم؟ هو اوردر واحد اللي خدته الساعه 2 تقريبا، ولا لا كانت الساعه 4. لا انا طلعت من الدقي،
رحت بيه الزيتون ابو 180 جنيه ده. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ شايف يومك يتلم ازاي؟ ما تسمعش كلام حد يقول لك خد لك رحلتين خسرانين هيخربوا لك الرحلات الكسبانه. فاهمني؟ يعني انا المشاوير الصغيره دي انا ما كنتش هاخدها غير عشان خاطر البونص بس. يا رب تكون المعلومه وصلت. لو فهمت حاجه اكتب الله ينور، اكتب ما شاء الله، عشان الشاحن باظ واشتغل وشكله بكره هيبوظ. فاهم انت؟ استهدوا بالله عليا كده. احلى مسا عليكم ونلتقي الفيديو القادم. السلام عليكم.